حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. اليوم حبيت نرجع ونحاول انني نعطي وجهة نظري ونحلل ونعلق على خاصة على ما يثار في بعض وسائل الاعلام عندنا في الجزائر وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المحللين وزملاء الصحفيين وحتى المواطنين العاديين الذين يأخذون هذه الايام ويتوقعون قائمة 27 لاعب المنتظر أن يعلن عنها جمال بالماضي قبل 3 يناير المقبل، الموعد النهائي. طبعا بنقول بأنه كان في كلام عن تسريبات لأن الكلمة ترجع في كل مرة وتخلق كلمة تسريبات. مش عارف وش يسربوا، رمز القنبلة النووية ولا رموز تشفير صواريخ، مش عارف. وبعدين أولا التحاليل الموجودة عادية، خلينا نقول طبيعية، والتوقعات هناك من يتوقع فلان أو علان، وهذا يدخل في إطار الحركية الإعلامية الرياضية العادية والطبيعية جدا، والتي يجب أن تكون هي موجودة في كل بقاع الدنيا في كل مناسبة. أولا من حيث المبدأ عادي جدا هذا الذي يحدث، ولا مجال للحديث عن تسريبات أو الحديث عن إزعاج أو الحديث عن أنه المدرب الوطني عليه ضغوطات. ثانيا مدرب أي منتخب سواء كان بالماضي أو غيره، أنا أتصور وأعتقد ومتأكد بأنه عندهم في أذهانهم قائمة 27 أو 23 منذ أسابيع. هم ينتظرون آخر أجل يوم 3 يناير المقبل تحسبا لأي إصابة لأي لاعب، يعني مش طبيعي لأنه بعض اللاعبين ما زالوا يلعبوا في أنديتهم، فالمدرب طبيعي أنه ينتظر لآخر لحظة حتى يقرر، أو ينتظر لآخر لحظة حتى يختار، وهذا أمر عادي وطبيعي، لأن بالإضافة إلى معاينة المباريات هناك تواصل مع اللاعبين يجب أن يكون حتى يستفسر عن مدى استعداداتهم، خاصة أولئك الذين يشاركون لأول مرة في كأس إفريقيا، وأولئك الذين قد يضيعون 5 6 إلى 7 مباريات مع نواديهم بكل ما تحمله هذه العملية من تداعيات. حبيت نقول أولا بأن الأمر عادي. ثانيا جمال بالماضي عنده في ذهنه القائمة منذ أسابيع، وحر يختار من يريد، وأنا حر وأنت كذلك حر في أن تتوقع ما تريد، وهذا أمر عادي جدا. وحتى تنتقد وجود لاعب لأسباب معينة مقارنة بلاعب آخر، فهذا يجب أن يبقى دائما في إطار حرية الناس في التعبير، طبعا مع الاحترام اللازم لكل جهة. نحب نقول بالمناسبة أيضا بأنه الاختيار هو اختيار يجب أن يحترم، لأن المدرب هو اللي يتحمل المسؤولية، ولا يجب أن يكون حدث في حد ذاته، لأنه الناس تعتقد بأنه هذا حدث كبير. لا، مش حدث كبير. قوانين تفرض على أي مدرب أنه يوم 14 ديسمبر كآخر أجل يعطي قائمة 55 لاعب، قبل 3 يناير يعطي قائمة 27 لاعب، لأنه هذه المرة الكاف سمحت بتواجد 27 لاعب في القائمة، على أن لا يجلس في كرسي الاحتياط وفي الميدان سوى 22 لاعب، مثل ما كان القانون من قبل، يعني 5 لاعبين يكونوا في المدرجات. البعض يقول بأنه هذا مليح، يعطي خيارات كثيرة للمدربين. بعض الآخر يقول لا، هذا مش مليح، كثرة الاختيار تقتل الاختيار. وبعدين في بطولة مجمعة مثل هذه عارفين بأن المدربين يعتمدوا على بين 13 إلى 16 لاعبا ماكسيموم، خاصة في المباريات الثلاثة الأولى إذا كانت الظروف عادية ومن دون إصابات. فإذا يعتمد على 16 لاعب معناه أنه هناك 10 لاعبين، هناك 10 مشاكل موجودة. لاعبين يزعلوا لأنه لاعبين دوليين، اللي موجود في كرسي الاحتياط يزعل، واللي موجود في المدرجات أيضا يزعل. فبالتالي المدرب، تكلم بالمطلقة، أنا مطالب بأن يسير كرسي الاحتياط وغرف الملابس والمدرجات أكثر مما يسير أرضية الميدان وال11 لاعب الذين يشاركون في مختلف المباريات. لذلك أنا وجهة نظري أنه مدرب أي منتخب إفريقي ليس بحاجة إلى 27 لاعب، لأنه يكون عنده 27 مشكلة. هو في حاجة إلى 22 23 لاعب يأخذ بهم البطولة، حتى يتحكم في المجموعة كما ينبغي، ويكون كل ما كانت المجموعة قليلة
كل ما كان القدرة على التحكم فيها كبيرة. وبعدين أنت تتحدث عن 5 إلى 6 لاعبين إضافيين، معناها 5 إلى 6 مشاكل إضافية بالنسبة للمدرب. ومع ذلك يجب أن نتعلم، أنا كذلك معكم، نتعلم كيف أنه نحترم الخيارات وحدة، ونحترم الآراء 2، ونحترم المواقف 3، ونحترم التحاليل أيضا 4. واللي يقول أنا مع مبولح مع استدعاء مبولحي يجب أن نحترمه، واللي يقول نحن مع عدم استدعاء مبولحي يجب أن نحترمه. فلا نخون هذا بسبب مبولحي ونقول هذا يريد أن يخربش للمنتخب مثل ما يريد أن يصوره البعض. بعدين مدرب منتخب وطني أو حتى لاعب هو محط أنظار، محل دم وتشجيع وانتقاد وتطبيل. فعادي جدا أنه هذا اللي يحدث. أما نوصل لدرجة نتحدث عن تسليم، أنا ممكن نعطي لكم قائمة ال 25 اللي راح يختارها جمال بالماضي بالتقريب. هذا من التسريب يا سيدي. حتى ولو عرفنا اليوم، عرفت العالم كله عرف بأنه عرف القائمة تاع المنتخب الجزائري، وين المشكلة؟ سيعرفها يوم 3 يناير المقبل. وبعدين أرجو أن نتوقف حتى عن البحث عنها، يعني في كل مرة نقرأ ونسمع هاي القائمة هاي القائمة هاي القائمة. خلي تطلع القائمة يوم، يا خبر اليوم بفلوس، بكرة راح يكون ببلاش. 3 يناير هو آخر الأجل، وسنجد القائمة موجودة في موقع الكاف وفي موقع الفاف وفي كل وسائل الإعلام في العالم. وتبقى قبل ذلك تبقى أسبوع عن انطلاق البطولة، والأمر يكون عادي وطبيعي جدا. فقط حبيت نعمل هذه ملاحظة بكل الود والاحترام لزملائي بالدرجة الأولى، ونقول لهم بأنه الإعلان عن قائمة 23 لاعب ليس حدثا، ولا يجب أن يكون حدثا ل 23 ولا 27. وبعدين حتى خيار بالماضي أنه يختار 27 أو 25 أو 23، هذا أمر عادي وطبيعي جدا، لأنه عنده حساباته، وعنده وجهة نظره، لأنه هو المدرب. شكرا لكم والسلام عليكم.